كتاب قصص وكرامات من زيارة الإمام الرضا عليه السلام للشيخ علي الإبراهيمي. قال السيد نصر الله بن السيد حسين الموسوي المدرس في كتابه الروضات الزاهرات أنه عندما توجهنا لزيارة الإمام الرضا عليه السلام كان معنا تاجر من أهالي بغداد، فلما وصلنا إلى مشارف مشهد قال ذلك التاجر: سبحان الله، هل أنفق رجل 12 تومانا في زيارة الإمام الرضا كما فعلت أنا؟ مستانس أنه هو دافع فلوس، يعني كأنه يمن على الإمام الرضا. عندها تحركنا من ذلك المنزل ودخلنا إلى مشهد. ما إن وصلنا الحرم وأردنا الدخول حتى اعترض أحد خدام الحضرة في طريق التاجر البغدادي ومنعه من الدخول إلى الحرم، وقال له: رأيت سيدي في المنام، الإمام في المنام، وأمرني أن أعطيك 12 تومانا ولا أسمح لك بدخول الحرم، يلا تمن علينا بزيارتك لأنك ندمت على إنفاقك هذا المبلغ في طريق زيارته. إذا تشوف أحد من أهلك بيروح لا تقول له ما يسوى، غالي، بيروح زيارة، هذا مو بيروح وناسة، لا تقول له ما يسوى، خله يروح، خله، لا تمنع أحد يبي يروح شجعه أنه يروح، ساعده، لا تمنع أحد. فأخذه التاجر ورجع ولم يطلع على هذه القضية غيري عشان لا أحد يمن بزيارته.